السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنعمل غريبة وهتطلع جامدة معانا وقمر بالشكل ده. شجعوني بأحلى لايك ويلا نسمي بسم الله. معايا كوباية من السمنة اكون مطلعاها من التلاجة، تكون ساقعة، سمنة بلدي او اي سمنة موجودة عندي. هضيف عليها نص كوباية من السكر الناعم، اكون نخلاه كويس قوي طبعا عشان ما يحصلش تكتلات، وعشان القوام بتاعهم يبقى كريمي. ومن شروط نجاح الغريبة ان انا اخفق كويس قوي السمنة مع السكر. هلم بقى كل اللي في الجناب واللي تحت واخفقهم تاني مع بعض. كده خلاص القوام بقى كريمي والسمنه بقى لونها فاتح. هضيف بياض بيضه واحد بس. طبعا بياض البيضه ده مش بيعمل اي زفاره. هضيف عليه نص معلقه صغيره من الفانيليا او ريحه الكحك، بتدي ريحه حلوه قوي. وهخفقهم بقى مع بعض كويس قوي. هضيف عليهم كوبايه من الدقيق، دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق كحك وبسكوت، اكون نخلاه كويس قوي. عليه ربع معلقه من الملح. هضيف كوبايه، اول ما تختفي هضيف الكوبايه التانية. انا عامله كوبايتين دقيق، عليهم كوبايه سمنه، عليهم نص كوبايه سكر بودره. المقادير دي مظبوطه وهتطلع معاكي مظبوطه وهتطلع لك نتيجه تحفه. تابعي معايا الفيديو الاخر عشان تشوفي النتيجه بتاعت الغريبه والتشكيل بتاعها. هضيف الكوبايه التانية من الدقيق. وهشوف العجينه لو بتلزق معايا هحط لها معلقه دقيق. ما بتلزقش، طريه كده معايا ومش بتلزق في ايدي، يبقى العجينه كده معايا تمام. العجينه معايا تمام، مش بتلزق وطريه قوي بقى في ايدي. هلم العجينه واحطها في بوله. هحطها في التلاجة نص ساعة، اغطيها واحطها نص ساعة، اطلعها من التلاجة. المها بايدي كده عشان بتبقى ناشفة شوية، اطريها بايدي كده. افضل اطريها بايدي كده. وهشوف واحدة كده اعمل لها اختبار. لو شققت هفضل برضو المها بايدي كده لحد ما ما تبقى ناعمة معايا وتبقى بالشكل ده. هبتدي اعملها كور صغيرة كده. لو عندك ميزان ممكن توزنيها، لو ما عندكيش ميزان ممكن تعمليها بايدك كده الحجم اللي انت عايزاه. انا بعملها كور كده، ما بعملش فيها اي حاجة. بس حاولي على قد ما تقدري تصغري الكور عشان ما تفرش منك وتكبر في الفرن. الحجم ده مناسب وحلو قوي. حاولي تجربي حتى لو كوباية، هتطلع معاكي ناجحة وهتطلع مظبوطة والطعم بيبقى تحفة. اهم حاجة ان انا اطري العجينة في ايدي كده واعملها كورة، واحاول اظبطهم بقى كلهم كده مقاس واحد. طبعا المقادير دي انا بعملها على طول بتطلع معايا ناجحة. اهم حاجة تستخدمي نفس الكوباية في المقدار. كوبايتين دقيق، كوباية سمنة، نص كوباية سكر بودرة. مقادير سهلة ما فيهاش اي افتكاسات. هضيف عليهم بياض بيضة، ذرة ملح، نص معلقة صغيرة من الفانيليا او ريحة الكحك. هي دي المقادير مظبوطة وناجحة، انا بعتمدها على طول وانت كمان هتعتمديها لما تجربيها معايا. سهلة وسريعة وما خدتش معانا اي وقت. وكوبايتين الدقيق هيعملوا لي كمية حلوة. كده خلصنا اول صينية. عندي قرنفل، طبعا القرنفل ده
امهاتنا الله يرحمهم بقى زمان كانوا بيحطوه في الغريبه. هحط قرنفل. انا بضغط بسيط خالص، مش بضغط جامد على على الغريبه، انا بضغط بسيط. وعندي شوكولاته من الملونه الحمراء والبني، هضيف برضو شوكولاته من الحمراء والبني. وعندي اللولي اللي هو الفضي اللي كنا برضو بنحطوه زمان. طبعا لو عندك لوز او بندق او فستق ممكن تحطيه، او سوداني الموجود عندك حطيه. هدخلها الفرن، اكون مشغله الفرن قبلها ب10 دقايق على درجه حراره 160، يا دوبك 10 دقايق كده، هي متاخدش لون. هطلعها اسيبها بره كده، مش هاجي جنبها غير لما تبرد خالص، وهعمل معاكم الشكل ده. بلف حته في ايدي كده صغيره ببرمها، واعملها بالشوكه من الجنبين، سهله قوي. والشكل بيبقى حلو قوي. اعملوا لاولادكم وشكلوا معاهم، ولموا ولادكم حواليكوا كده. الحاجه دي بتبقى حلوه قوي في البيت، وبتبقى بركه في البيت. هحط بقى لولي من اللي هو الفضي، هحط الشوكولاته الملونه. زيني بالطريقه اللي بتعجبك، ممكن ما تحطيش اي حاجه، هي شكلها وطعمها بيبقى تحفه. اول ما اخلص بدخل الفرن على طول، ولازم تتابعيها وتبقي جنب الفرن، لان ما بتاخدش وقت في التسويه 10 دقايق. بتلاقيها على طول اللي خدت لون من تحت بسيط خالص، بتطلعيها على طول. كده طلعتها من الفرن، ما خدتش معايا 10 دقايق. بصوا طلعت معايا قمر ازاي. هعمل الشكل التالت ده. هلف برضو حته في ايدي كده، هبرمها في ايدي واعملها على شكل دايره كده، واقفلها من تحت. الشكل ده بيبقى حلو قوي. ده مش هحط له اي حاجه، لما يطلع من الفرن هزينه. بصوا شكله قمر ازاي. كده طلعناه من الفرن. بصوا الشكل ده طلع من الفرن زي ما هو، ما نفشتش بقى وما فرشتش معايا. الحبة الصغيرين اللي بقوا عملتهم برضو نفس الشكل دوت، عملتهم كور صغيرة وعملت فيهم شكل الوش. حطيت 2 لولي وحطيت واحدة حمرا كده زي الوش بالظبط، بس طلعت قمر قوي. جربوها هتعجب ولادكم قوي. بصوا شكل قمر ازاي. يا ريت ما تنسوش اللايك. الشكل ده هزينه بالمربى. المربى الفراولة دي انا عملتها، هتلاقوها عندكم في القناة، او اي مربى موجودة عندي. هعمل على الحرف كده. ولو عندي بقى اي شوكولاتات بزين بيها، عندي جوز الهند. الشكل بيبقى حلو قوي. لازم نعمل اشكال في الغريبه، ومش لازم الشكل الثابت اللي بنعمله على طول. يعني انا عملت الشكل اللي بنعمله على طول، وعملت 3 اشكال تانيين. اعملوا اشكال حلوه كده لاولادكم عشان يفرحوا بيها وفرحوهم. العيد فرحه. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوش تشتركوا في القناه وتضيفوا اصحابكم وحبايبكم عشان تنوروني. يا ريت لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. كده خلصنا كل الاشكال. بصوا الشكل بقى جامد قوي. كوبايتين دي عملنا القمر ده. عملنا اللي هي الشكل الفيونكة، عملنا الشكل بتاع الدايرة، عملنا شكل الوش. قمر. عملنا الشكل اللي بنعمله بقى من زمان ده، بتاع الزمن الجميل. بصوا التسوية بتاعته عاملة ازاي. بصوا من جوه عامل ازاي، ولا ريحته. بصوا النعومية بتاعته دايب كده. شجعوني بقى باللايك. باي باي.